اتقوا الله في شعوبكم وحصنوا بلادكم بالعدل والإنصاف وازرعوا الحب في كل مكان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقفته امرأة في الطريق فقالت له: اتق الله يا عمر. فقالوا لها: أتقولين هذا لأمير المؤمنين؟ فقال: دعوها فلا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. شعوبنا تتوق للمزيد من الكرامة والعدل والمساواة، وأنا متأكد أننا لو مشينا بين الناس لعانقونا ووضعوا رؤوسهم على أكتافنا وبكوا من ثقل ما يحملون من الآلام والعناء. شعوبنا أمانة ثقيلة، نرجو الله تعالى أن يعينكم على حملها وأنتم أهل لكل خير. وقد تتقاطع مصالحنا مع بعض الجهات، ولكن ثورتنا صنيعة نفسها، والشعب السوري وحده هو الذي فجرها وهو الذي سيقرر طريقها. إلا أننا نكرر أن الشعب السوري قد دفع ثمن حريته من دمه، وقراره ينبع من مصالحه ويرفض وصاية أي جهة في اتخاذ قراره. وإن اختلاف وجهات النظر الإقليمية والدولية قد ساهم في تعقيد المسألة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله.